عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وعندنا النهارده جولة مختلفة جدا في سوق الحد في الوكالة. هقول لكم مختلفة ليه واحنا بنكمل الفيديو مع بعض. مبدئيا كده ابتدينا من عند زكي السماك، اقرب محطة مترو يا جماعة ماسبيرو، علشان تدخلي منها سوق الحد. الناس اللي عايزة استندات اللبس اللي عند جمال عبد الناصر انزلي محطة جمال عبد الناصر اللي هو عند الاسعاف يعني. لكن اللي قصده سوق الحد والفروشات بتاعة الارض والجراج والحاجات دي انزلي محطة ماسبيرو. ويوم الحد ده اللي هو كان امبارح، اللي هو اول يوم في الدراسة، تمام. بصراحة السوق كان خطير خطير خطير، يعني اللي نزلوا اكيد فاهمين خطير دي انا اقصد بيها ايه. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا لفيت لكم لفه صغيره جدا في شارع زكي السماك، وده طبعا لان الفروشات في الارض قليله جدا. الاسعار مبالغ فيها. السوق مفيش اصلا ولا ناس بتشتري ولا ناس بتبيع، يعني السوق حاله كده واقف. والحاجات مش احلى حاجه. معرفش عشان ده مثلا اول يوم بقى في الدراسه، وان الدنيا يعني هاديه زي ما بيقولوا، ولا في سبب تاني انا معرفش، لان انا بقالي كتير يا جماعه ما نزلتش السوق. بس يعني كانت الحاجات الكويسة قليلة، فاهمين قصدي؟ يعني اقصد ايه، ان في حاجات، ومثلا الناس اللي عايزة بوتات جلد ومش عارف ايه، بس فعلا اللي عايز حاجة كان هيتعب عليها قوي على ما يوصل لها. عشان برضو ما اطولش عليكم في الكلام، هناخد لفة صغيرة كده في الشارع ده، بعد كده هاخدكم داخل الجراج برضو نشوف بعض الحاجات اللي موجودة فيه. ما صورتش الجراج كله زي ما انا متعودة، ولا عملت لكم جولة بقى مستفيضة في السوق ولا الكلام ده خالص. يعني لما بلاقي السوق وحش الصراحة ما بقاش عايزة اصور، فانا فعلا يعني لقطات كده اللي خدتها لكم. والخروجه كلها او النزوله كلها كانت مختصره في الفيديو اللي انتوا هتشوفوه، اللي هو اقل من ربع ساعه ده، حاجه كده يعني. معرفش اول مره اعمل كده. وزي ما قلت لكم لما لقيت السوق كده اتضايقت وما حبيتش ان انا اصور. هصور ايه طيب؟ ما لقيتش حاجه اصورها. بس بصراحه جوه الجراج كان فيه شويه حاجات كويسه، وشويه الحاجات الكويسه صورتها لكم عشان برضو ايه يعني. ما انكرش حق حاجه، ان كان في حاجه كويسه وحاجه لا. يعني زي ما قلت لكم كده، كان جوه الجراج كان في ايه شويه حاجات كويسه فصورتها لكم، وهقول لكم دي موجوده فين وسعرها ايه، لان الراجل كان بيبيع حاجات جديده وسعرها حلو. وبرضو الناس اللي عايزه دفايات انا بيبيعوا بالكيلو، بس شايفه ان سعر الكيلو كان غالي جدا. بس هوريهولكوا برضو، يمكن هي خفيفه وما بتوزنش، الله اعلم. المهم انا ايه هوريكم يعني بالتفصيل واحده واحده كده. كان في بعض الاستندات زي ما انتوا شايفين كده بقف عليها، استندات سويتات او حاجه ب200 جنيه وب150 جنيه. الناس اللي عايزه لبس في جوه في السوق طاولات كده عليها لبس حلو الصراحه. عايزه بقى الحلوين اللي نزلوا السوق امبارح اللي هو سوق الحد، قولوا لنا رايكم يا جماعه في السوق. شفتوا ايه؟ خدتوا ايه؟ عرفتوا تشتروا ولا لا؟ يعني رجعتوا بحاجه ولا رجعتوا خائبين الامل زي مثلا؟ صحيح انا مش نازله اشتري، بس برضو لما السوق بيبقى وحش ببقى نزلت على الفاضي، ما بشتغلش ما بصورش كتير. ببقى متضايقه وانا ماشيه بقى، فاهمين؟ فعلا السوق لما بيبقى وحش بيبقى حاجه صعبه اوي ان انتي نزلتي وتعبتي ولفيتي. بالعكس بيبقى مجهود زياده ومفيش نتيجه. طبعا مش يعني هننكر ان كان في حاجات اسعارها مبالغ فيها شويه، وفي حاجات اسعارها عاديه زي اسعار الوكاله. بس الفكرة ان فعليا حاجات شبه بعض كتير قوي، والسعر شبه بعضه كتير قوي. ولو المفروض بقى ان تصفيات الشتوي تكون نزلت. يعني أنا نزلت دي كنت فاكرة بقى ان التصفيات نزلت والشتوي بقى هيبقى حلو اسعاره كويسة. لقيت انا جبتها على فكرة من عند، والله من عند جمال عبد الناصر. يعني انا نزلت من عند جمال عبد الناصر وجبتها مشي. ان الاقي حاجة لا. اولا كانت الفروشات اللي بره لسه ما فرشتش، يعني صراحة ما اكدبش عليكم، يعني عشان ما ننكرش حاجة حقها، ما كانش لسه الفروشات اللي بره فرشت تمام، ولا الاستندات اللي بيحطوها عند مستشفى الجلاء دي كانت موجودة. فعشان ابقى متأكدة ان ده اللي هيبقى موجود ولا ايه النظام، انا هنزل يوم الجمعة ناحية الاسعاف، علشان خاطر سوق الجمعة ده بيبقى سوق كبير، وبيبقوا عارفين ان الناس بتيجي من بعيد وبتيجي من محافظات عشان تشتري مثلا من سوق الجمعة في الوكالة. فهنزل ان شاء الله يوم الجمعة علشان اشوف الدنيا هتبقى برضو عاملة زي سوق الحد كده، ولا عشان كان في دراسة هي اللي عملت كده ولا ايه. لان انا لما سألت البياعين بقول لهم هي الدنيا هادية كده ليه وليه معكوش شغل وحاجات، قالوا السوق اصلا النهاردة سيء جدا. السوق اللي فات واللي قبله هم اللي كانوا حلوين قوي. وهنا حصلت نقلة ان انا من عند زكي السماك بقيت داخل جراج الوكالة،
علشان تكمل. يعني كان في مقطع طويل كده بتاع 5 6 دقايق ما بين زكي السماك وما بين الجراج، ما لقيتهمش الحمد لله، مع انهم يعني كنت مصوره لكم حاجات معينه. وكان في فرشه شنط بره كانت بتبيع شنطه ب75، وفرشه شوزات والله كانوا حلوين قوي، بس مفيش نصيب بقى، مفيش مشكله. الطاوله دي يا جماعه كانت بتبيع اي حاجه ب150 جنيه، عايزه اقول لكم الحاجه بتاعته كانت تحفه. يعني سويت شيرتات حلوة جدا، بنطلونات جينز حلوة جدا. ساعات كان بيطلع عبايات كده لما تعجبه يغلي سعرها، تمام، فيهم الحركة اللئيمة دي. دي فرشة اللي هم الدفايات السرير اللي بتتباع بالكيلو، معاها امتار زي ما انتوا عاوزين بتقص منها. يعني دي قطع، وفي لو انت عايزة اطوال اكبر بتقصلك من الاطوال الكبيرة اللي معاها. بتبيع الكيلو ب230 جنيه. زي ما قلتلكوا انا حاسة ان الكيلو ب230 غالي، بس معرفش هل ده يعني نفس الميزان لو جبناها بالمتر. يعني هي في المتر ب140 في سوق الخميس، انا مصورها لكم ب140 جنيه المتر. فهل لو مثلا ال2 متر يطلعوا نفس الوزن اللي هو ب240 او 230، يبقى انت كده وفرتي. مش عارفة، ممكن بقى لما توزنوا وتشوفوا. يعني مثلا تاخدي 2 متر وتوزنيهم وتشوفي هما ال2 متر هما كيلو، فانت كده وفرتي، ولا هي لما تجيبيها بالمتر يبقى افضل انت تجيبيها بالمتر. انتوا وراحتكم. المهم انا ايه بقول لكم يعني اللي شفته. فزي ما قلت لكم يعني انتوا وراحتكم في ان انتوا تشتروا بالمتر او بالكيلو. طبعا الاوفر ليكم والافضل ليكم، بس هم الصراحه خامتهم حلوه قوي. كثافتهم عاليه جدا. وفي ناس بتاخد منهم كفرات للانتريه، الجراي الغامق ده او الرصاصي الغامق ده مع الفاتح، كانوا بيعملوه كسوه للانتريه. حد كان بياخدهم يعني، فقلت اقول لكم. كمان كان في نوع معاها في سترايب ذهبي كده، بصوا ده في خط ستان ماشي كده على خفيف برضو، مدي شكل حلو قوي. في البيج بتاعها كمان تحفة. في هنا اهو ده بيج، زي ما قلت لكم برضو في خط لمعة كده ماشي فيه، مديها شكل حلو وشكل جديد. فهم كخامة وشكل عجبوني. كسعر مش عارفة هل السعر موافق بالمتر ولا لأ، اغلى ارخص، المفروض يبقى ارخص. فلو ارخص تمام اوكي. فرشة ام كامل برضو كنت بتطلبوها مني على طول، وانا الحقيقة ما كنتش بنزل الفترة اللي فاتت كتير، بس لما روحت قلت لازم اصورها، رغم ان السوق يعني ما كانش قد كده، بس برضو قلت ايه اصورها لكم، لان انتوا دايما بتسألوني على فرشة الادوات المطبخ اللي موجودة في السوق، وخاصة فرشة ام كامل، لان دي تقريبا اكبر فرشة موجودة في جراج الوكالة. معاها زي ما انتوا شايفين كده الاطباق البورسلين والصيني واطباق الفنادق، اطباق المطاعم. كمان كوبايات. بالمناسبة الكوبايات اللي في علبة دول بتوع الشوكولاتة سبريد، ماشي، بتبيع الواحدة ب5 جنيه. ومعاها بقى معالق من اول 5 لحد المعلقة الواحدة ب20. دي زي صينية ستانلس كده، قالت عليها ب150 جنيه. طبعا معاها طاسات وحاجات، يعني بتقول ب100 150 200 على حسب الحالة، ماشي. وفي حاجات حالتها تعبانة جدا الصراحة، يعني ما ينفعش اصلا انها يعاد استخدامها تاني. وساعات بيبقى معاها حاجات نظيفة، ولكن الحاجات النظيفة ما بتقعدش على الفرش كتير وما بتستناش، بتمشي بسرعة جدا. معاها الدماسة دي كانت ب140. بالمناسبة دي استانلس، يعني بتهيألي انها ما تنفعش الفول، اعتقد ان دي بتاعة حمص الشام، تمام. دي حلة جرانيت زي ما انتوا شايفين، قالت اخرها 350 جنيه، تمام. ليها ايد مش موجودة ومعهاش غطا، قالت ممكن يتوفق عليها غطا من على الفرش. وفي طبعا بقى ايه حاجات كتير، حلل السلسة، الحلة السلسة اللي لسه فايتة دي كانت ب200 جنيه. وفي كمان صواني هوريها لكم الومنيوم كده، بتاعة البسبوسة، بتاعة الحلواني، شايفينها هي ليها حرف شوية دي، مش بتاعة البيوت، دي بتاعة صواني الحلواني. الواحدة ب120 جنيه. هم الومنيوم تقال زي ما قلتلكم. دول عارفين الحلوانية اللي بيبقوا عاملين بسبوسة وكنافة، دي الصواني بتاعتهم تقيلة جدا. دي بقى يعني هي خفيفة قوي، ولا هي ألومنيوم ولا هي تيفال ولا كده. قالت لي ب100 جنيه بس خفيفة جدا. في برضو اللبانة دي قالت عليها ب120 جنيه. في كمان براد، بس لعلمكم يعني هي لما تقول على دي ب120 هي سعرها حلو قوي. انا في فرشة هوريها لكم بتضرب اسعار خيال.
اول ما تدخلي من باب الجراج هيبقى على ايدك الشمال على طول فرشه فيها ستانلس مثلا براد زي ده بتقول عليك 500 400، اقل حاجه تطلع بقى كده 300 جنيه. انتوا فاهمين؟ هي بيبقى معاها حاجات كتير وحلوه مش هننكر، بس اسعار اوفر 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 صراحه. فمكمل اسعارها بصراحه كويسه، يعني الناس اللي كنتوا بتسالوني في الكومنتات على الحاجات اللي بتبقى مع مكمل، لا يعني الحاجات اللي ستانلس بتبقى حالتها كويسه. الصينيه القلب دي ب80 جنيه، تمام. الحاجات اللي ستانلس، الكازرولات اللي ستانلس مش عارف ايه، لا حالتها بتبقى كويسه. ده غير ان هي يعني بينفع انها تتنضف وما بتبقاش مقشره. دي هراسه، ما اعتقدش انها تنفع تبقى عصاره برتقان، لان عصاره البرتقان بيبقى ليها شيب معين، فاعتقد ان دي هراسه مثلا بتاعه بطاطس او حاجه. قالت عليها ب50 جنيه، هي سليمه وشغاله، والقطعه الستانلس اللي تحت دي نضيفه جدا، ما فيهاش صدى ولا اي حاجه. بس كانت لو كان مثلا الوشوش دي بتتغير كانت هتبقى حلوه قوي الصراحه. بس معرفش هل دي تنفع ايه يعني، غير انها هراسه بطاطس، ممكن تهرس ايه، توم مثلا، مش عارفه. دي الفرشه اللي بقول لكم عليها بتاعه الستانلس. زي ما قلت لكم الاسعار بتاعتها غاليه شويتين 3، بس معاها تشكيل كبير بقى، وانتي وذوقك بقى، وانتي ومزاجك، عايزه تفصلي وتقولي وتعملي براحتك. بس الموضوع يعني عندهم اسعاره غاليه شويتين 3 زي ما قلت لكم. الجريل اللي فوق دي قالت عليها ب350، اللي هي السودا، اللي هي التيفال، لكن اللي هي السيراميك انا ما سالتش عليها، تمام. ممكن يكونوا بنفس السعر، الله اعلم. في كمان هنا شويه رفايع ب10 وب15 وب20 على حسب القطعه اللي انتي هتقولي عليها، لكن في رفايع غاليه زي اللي هوريها لكم دلوقتي دي. دي شياله كحك زي ما انتم شايفين ستانلس، قالت عليها ب100 جنيه. طبعا هي جديده، اعتقد انها هتكون في رينج السعر ده. 100 جنيه كتير عليها قوي الصراحه. انا عايزه اقول لكم اطباق خفيفه جدا، تمام. بس انا بنقول لكم اللي هم بيقولوه، لكن لو انت مثلا روحتي عند ابو عبد الرحمن هتلاقي عنده اسعار احلى من كده بالنسبه لشيلات الكحك والحاجات دي، وحاجات شكلها حلو وشيك جدا، وبصراحه اسعاره كويسه. بس ما كانش موجود المره دي، او لما انا روحت كان هو راح حته تانية، ما شفتوش خالص في السوق ده. بيبقى معاه حاجات بقى زي اللي انتوا شايفينها دي، بصراحة بيبقى معاه حاجات مختلفة، ومش هننكر ان بيبقى معاه حاجات لطيفة، بس اسعارها زي ما قلتلكوا بتبقى غالية جدا، تمام. طبعا انتوا لما تنزلوا عجبكم حاجة عندها اسألوا على السعر وشوفوا هو مناسب لكم ولا لا، ومناسب كمان للحاجة ولا لا، يعني على قد قيمتها ولا لا. بصوا في كمان الطقم ده، فيهم طبق اللي كان في ايدي لسه السادس بتاعهم ده، كان في شرخ كده وهم معالجينه يعني، كان في زي كسر كده وهو متعالج. طبعا انا هخرج دلوقتي من الجراج، وبعد كده بقى بصوا يعني رغم الاسعار بتاعتها الا ان في ناس متسوقه منها واخده منها حاجات، فعلى حسب قيمه الحاجه برضو. المهم انا خرجت من الجراج، ودي الحاره اللي جنب باب الجراج على طول، يعني بما اني جيت قلت برضو ابص يمكن الدنيا جوه تكون الطف شويه. برضو السوق كان خفيف والرجل كانت فيه خفيفه جدا، بس ايه هديكوا برضو نظرة بحيث ان انتوا كأنكم نزلتوا، واللي نزلوا يا ريت تقولوا لي في الكومنتات بجد، اللي نزلوا يقولوا لي رأيهم في السوق كان عامل ازاي، واشتروا ولا لأ يعني معرفش عايزة رأيكم بجد، عايزة اعرف انتوا لما نزلتوا لقيتوا ايه وشفتوا ايه. بصوا الفرشة دي كان عليها لقط حلوة، لقط حلوة من البورسلين والصيني، اطباق شكلها مختلف، الاطباق السودا الاركوبايركس اللي انتوا شايفينها السودا دي. الصينية دي عجبتني قوي قوي قوي، تحفة ولقطة بصراحة. سعرها قالت 200 جنيه. هي فيها الحتة الذهبي اللي في النص دي بهتانة شوية، بس فعلا حلوة قوي قوي يا بنات، بجد يعني جميلة. وسعرها 200 جنيه وممكن توصل ل150 على حسب يعني، تمام. الشنطة الفوشيا اللي شفتها في ايد حد دي كانت خدتها ب75. في طبقين كده شكلهم كانوا حلوين قوي، واحدة خدتهم ب50، على حسب بقى يعني زي ما قلت لكم. وبكده تقريبا انا خلصت الجولة بتاعتي، الجولة الغريبة العجيبة المريبة. وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش تحطوا لايك، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.